ملي كنسمعوا لقينا الماء في شي كوكب، أول حاجة كتجي البال هي إذن كاينة الحياة. ولكن هاد الفكرة واخا كتبان منطقية يمكن تكون بسيطة أكثر من اللازم. فالحقيقة البحث عن الحياة في الكون أعقد بكثير مما كنتخيلوا. إذن فهاد الشرح غادي نديرو رحلة لبعض العوالم المائية اللي بصح غريبة، عوالم غادي تجبرنا نعاودو التفكير في المعنى ديال كلمة كوكب صالح للحياة من الأساس. يلا بينا نبداو الرحلة ديالنا. أول محطة عندنا هي كوكب كيبان. في النظرة الأولى هو المرشح المثالي للحياة، عالم الأغلبية الساحقة ديالو هي الماء. هذا هو TOI 1452 b، كيسميوه العلماء أرض فائقة، يعني أكبر من الأرض ديالنا. ولكن ماشي الحجم هو اللي كيهم هنا، لا، اللي مهم بصح هو الكثافة ديالو. هذا الكثافة كتعطينا إشارة قوية أن التكوين ديالو مختلف تماماً على كوكبنا. باش نفهموا الفرق شوفوا هاد المقارنة. الأرض ديالنا الماء فيها كيشكل نسبة صغيرة بزاف، فقط 0.02% من الكتلة كلها. دابا اسمعوا مزيان، في كوكب TOI شرطة 5452 b العلماء بيقدروا أن الماء ممكن يوصل ل 30%. واش كتخيلوا الفرق؟ راه شاسع. يعني كنتكلموا على محيط عملاق وعميق لوحدة الدرجة اللي صعيب نتخيلوها. النظرة الأولى كتقول هذه هي الجنة المائية اللي كنقلبوا عليها باش نلقاو الحياة. ولكن واش بصح هادشي كافي؟ مزيان، دابا الأمور غادي بتبدا تتعقد شوية. المحطة الجاية ديالنا هي عالم مائي آخر، ولكن الظروف فيه متطرفة لأبعد الحدود. 200 درجة مئوية، هذه هي درجة الحرارة اللي كيقدروها العلماء على سطح الكوكب الجاي اللي هو GDG 1114 b. منطقة الأولى كيبان أن كاين شي مشكل كبير هنا، على الأقل بالنسبة للحياة اللي كنعرفوها احنا. النقطة الحاسمة هي أن الماء في درجة حرارة ديال 200 درجة مئوية ما كيبقاش هو داك الماء اللي كنعرفوه حنا. فكوكب JJ 1414 b وتحت هذه الظروف القاسية الماء كيتحول شي حاجة مختلفة تماماً. هاد الحالة الغريبة كيسميوها العلماء سائل فوق حرج. باش نبسطوها، تخيلوا واحد المادة كثيفة بحال الضباب، ما تقدرش تقول عليها سائل، وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول عليها غاز، بحال إلا جمعات الخصائص ديالهما بجوج بسبب الحرارة والضغط الخياليين. أكيد هذه ماشي هي البيئة المائية اللي كانت في بالنا. وهنا كيجي السؤال المهم، كوكب عامر بالماء ولكن ماء ما تقدرش تعيش فيه الكائنات اللي كنعرفوها، واش نقدروا نعتبروه عالم ميت؟ هذا السؤال كيضرب في الصميم ديال داك الأمل الأولي اللي كان عنا. أوكي، المحطة الأخيرة في الرحلة ديالنا غادي تقدم لينا واحد المنظور جديد تماماً، غادي تورينا أن فكرة الصلاحية للحياة ممكن تكون أوسع بكتير مما كنا كنتخيلوا. كنتكلموا دابا على K2-18b، هو كوكب كيصنفوه على أنه ميني نبتون وكاين في المنطقة الصالحة للسكن. اللي كيميزه هو أنه بحال شي خليط ما بين كوكب صخري كبير وعملاق غازي صغير، يعني عالم محير كيخلينا نطرحوا أسئلة جديدة. العلماء كيعتقدوا أن التركيبة ديالو ممكن تكون بحال هكا، نواة صخرية في الداخل، فوقها محيط ضخم من الماء السائل، وهادشي كامل مغطي بغلاف جوي سميك ديال الهيدروجين. والأهم تأكد وجود بخار الماء في الجو ديالو. هاد المزيج كيخليه عالم فريد من نوعه. بالصح شنو كيعني هادشي؟ كيعني أن المكونات الأساسية للحياة بحال الماء ممكن تكون موجودة في ظروف وبيئات اللي حنا كنعتبروها غريبة ومستحيلة. هاد الاكتشاف كيفتح الباب باش نتخيلوا أنواع أخرى من الحياة، حياة اللي قدرت تتكيف مع ظروف اللي عمرنا فكرنا فيها. إذن من بعد هاد الجولة كاملة يلا هنجمعوا هاد الأفكار ونشوفوا شنو هو السؤال الحقيقي اللي خصنا نطرحوه. هنا عندنا ملخص سريع. طاي 1452 بي كوكب الماء بامتياز، ولكن السؤال هو واش كثرة الماء ديما حاجة مزيانة؟ من بعده شفنا جي 1214 بي عالم الماء الغريب اللي هو سائل فوق حرج، وهادشي كيخلينا نتسائلوا واش الحياة ممكنة في شي ماء ماشي عادي. وفي الأخير كيتو آيتين بي اللي كيفتح نقاش على العوالم اللي عندها محيطات تحت غلاف جوي من الهيدروجين، كل كوكب بقصة مختلفة. الخلاصة من هاد الشي كامل هي أننا ماشي خصنا نقلبوا غير على الماء وصافي، لا،
الأهم هو نفهموا داك الماء كيفاش داير، شنو هي حالته، شنو هي درجة حرارته، يعني خاصنا نركزوا على الكيفية ماشي غير الكمية. وهنا غادي نخليو هاد السؤال الأخير للتفكير. كوكب النسبة ديال الماء فيه توصل ل 75%، ولكن سخون بزاف، واش ممكن نعتبروها علم صالح للحياة؟ هاد السؤال كيلخص الرحلة ديالنا اليوم، وكيخلينا نفكروا واش ممكن يكون التعريف ديالنا للحياة محدود أكثر من اللازم؟